كمان قلت فكرة يمكن مهم نتوقف عندها، كأنه منتربى نحمل الاشياء لحالنا. ايه بتصير انت وانعكست بفنك، مشان هيك بشوفك حتى بالفن يبدو انك بتسكر هالباب وبتشتغل لحالك. بحب احتضن العمل تبعي. يعني انا صعب ما بتذكر يمكن طالب كباية مي من حدا قليل، عرفت؟ فشوي حتى ببيتي بتكون صعبة علي يعني. فهذا الشيء بيخلق لك انك انت تحل مشاكلك، بينعكس على اغنيتك، على عملك، انك انت بدك تحتضن. ولا شك انه انجح الاغاني اللي بكون عملها ونجحت عند الناس كتير، والحمد لله هن كتار، بكون مسيطر عليهم 100%، بكون عارف الفيجن. حتى بطلب مرات من الفنان وفيك تتكل علي هون. التيم وورك انا عكس الناس مش دايما بآمن فيه. بالفن ما بآمن بالتيم وورك صراحة. بحس بالفن التيم وورك بينزع الطبخة، ما بيعملها منيحة. ممكن تيم وورك تعمله ببرودكشن، تعمله بهندسة، بس بآرت. الآرت الأنانية ضرورية بالفن ببعض المحلات، الأنانية الحلوة يعني، مش الأنانية بالمعنى أنك تكره غيرك وما بدك تشتغل مع غيرك. لا، الأنانية بنظرتك. يعني أنت نظرتك مرات مش ممكن يقشعها حدا غيرك، لأنك أنت نظرتك الفنية إذا حقيقية عم بحكي جاي من أحداث حياتك كلها، جاي من بيئتك، جاي من تجاربك. فما حدا فيكون مطرحك، وخاصة بالعصر هلأ اللي نحن فيه كترة التجارب أكتر. الميديا عم تفرجينا اشياء كنا نسمع فيها او نقرا عنها، بس هلا عم نشوفها كل يوم. فما فيك ما فيك كفنان تكون دايما انه تعالوا نشتغل سوا. انا ما كتير اؤمن بهالموضوع. ممكن مع الموزع، مع الشخص المعني بالعمل، بس انه كذا حدا بحس ببعد، بنفر من الموضوع. وهيدا كمان مثل ما قلت راجع على الاسلوب اللي بنتعاطى فيه مع كل امور الحياة. صح، لانه نرجع لفكرة انه لطالما أنا المسؤول عن هيدا الشيء اللي هو نفع بمحل للأخير. اللي هو نفع فادني بمحل. يعني لا شك إنه في كتير إشياء بمرق فيها بسهلها. خلص تعودت أني سهل الموضوع. طب الماكسيموم شو يعني؟ أسوأ حالاته شو؟ هيدا الشيء لا شك لا أوكي بيتعبك بمحل، بس لا صراحة ريحني من ميل تاني بيريح.